يحبوا الطابور، يحبوا يديروا طابور. الطابور حتى في التيك توك، والله حتى في التيك توك. خويا راك طرت. والله راك طرت، ما بقاش خويا. حتى الطابور تاع التيك توك ما عندنا كيما الطابور في الجلفة. تحكم تشد الصف كي توصل يقول لك العدس ما كانش. حتى خونا هذا شد الصف كي وصل الله غالب. واش راهي ديروا يا جماعه؟ اجماعه يزيد يكتب واحد باغي نسقسيك راني نبلوكي، او ما نبلوكي حتى واحد مني، راح نبدا نبلوكي صراحه. باغي نسقسيك. اليوم ما نقدرش، ما سكتش نقدر نكمل اليوم. لي لايف لازم قبل مينوي، لازم قبل 12 تاع الليل، سينو يجيو هادو الجماعه. انا نسيو نعطيو نسقسيك برك. مساء الخير. مساء الخير خويا. جو سي با، راك تسمع فينا؟ نو اوكي، الى اللقاء، جود باي. او ما قالش حبيت نسقسي برك، قال لك باغي نسقسيك برك. مساء الخير، تفضل. مساء الخير، تسمع فينا؟ كاين مشكلة. الله غالب يا جماعة، راكم تشوفوا دو ما كانش الصوت ولا واحد يقول لهم فو سينيالي لو لايف. وين رحت انت؟ استنى، اني ما نبلوكيكش ما تخافش. يا جماعة قال لكم فو سينيالي لو لايف. خويا اكتب برك إيل فو باش يفهموك. إيل فو سينيالي سو لايف، راك نسيت الإيل. فو سينيالي سو لايف. تهضر انت كيما انت جمعت واش هادو، جمعت الواش ما يكملوش الجمل. يكتب لك هكا فو، يبدا بفو. يا صاحبي لافخا سوجي فيرب كومبليمون، واش بيك هذا؟ واش بيك يا صديقي؟ سينياليو معاها جماعة. علاش تقلد؟ نو سي با لي ميم. مساء الخير، تفضل. تخوا ثلاثة ورا بعضهم مشكل يعني. واش كاين يا اخي؟ نتوما ما تسمعوا فيه والو. ما بقالكش يا خويا، لكن ما بقاليش. المهم نكره لكم حياتكم قبل ما بقاليش. جماعة انصار النظام، خاصنا نجبدو من تحتها. نو يبان لي يا جماعة نسهلو اليوم للأسف. إشكاليات تقنية. نلعب جولة. لازم نروح من هذيك من هنا بالك هذه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي بالعكس خويا راك كي داير سي شوقي الزين؟ يا خويا تفضل. انا معاك مغرب وبغيت نقول لك واحد الكلمه خويا شوقي. ايوا احنا معاك ظالمين ولا مظلومين؟ رانا معاك وما ندوزوكش. انت راك راجل زين كيف ديك العينين اللي عطاك ربي. الله يحفظك خويا شوقي. يعطيك الصحة، الله يهنيك. الله ينورك. يعطيك الصحة. هادو جماعة دغدغة المشاعر، نتوما اللي نتوسوس منكم كثر. العاطفة في شمال افريقيا ما تفرغش، يا عاطفة سلبية يا عاطفة ايجابية فوق الحق. ما كاينش النص، ما عندناش هكا خير الامور اوسطها، يا هكا افون يا هكا افون. ما كانش في النص خويا. استنى تشوف.
السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. حبيت نسقسيك برك واش معنات هذه الجزائر الجديدة سبيطار كبير؟ باغي نسقسيك خويا. اه واش بها الجزائر الجديدة؟ واش بيه علاه داير الجزائر الجديدة سبيطار كبير؟ في واه سبيطار كبير؟ اللي كان على رأس شرطة الحدود حطوه في مكان مدير الشرطة اللي تم تنحيته بسبب الفضيحة تاع هذاك الشاب اللي هرب في العجلة تاع الطائرة من وهران. جاتك نورمال هذه نتايا؟ وهذه تشرف لو موندونتي، علاه جاتكم من الله على الجزائر؟ شرف لو موندونتي واحد يهرب في العجلة تاع الطائرة. تشرى نورمال خويا. عطاني وين صارت مؤخرا، عطاني بلاد صارت فيها افغانستان. علاه غير مؤخرا، علاه غير مؤخرا. ادخل خويا شارشي عندك جوجل، عندك جوجل خويا شارشي. لانه الناس داروها من قبل ولقاو باللي موت محتوم. اخر مره صارت في افغانستان، هذاك اللي تكبش في الطياره وطاح مباشره. دونك واحد ما عاد يديرها هذه. تسمى كيفاش هذا الشاب اليوم المواطن الجزائري والعام اللي فات دارها واحد في مطار قسنطينه ومره وقبلوا في عنابه. دونك كيفاش غير الجزائر الجديدة عاد بقات تصرى فيها الفضايح هذه؟ درك فهمنا نتايا. وكيفاش المدير اللي على رأس شرطة الحدود، يعني المسؤول الأول على يعني الأمن المطارات وعلى تأمين الحدود، يتم تعيينه كمدير للشرطة بعد هذه الفضيحة. شفت على الجزائر سبيطار كبيرة؟ فهمت؟ وتعرف في رايك انت شكون الشخص المناسب على راس الجزائر؟ اسمع صديقي، شوف هذيك تاع ما لقيتش واش تقول، هذيك هي علاش انا كتبت الجزائر سبيطار كبير. دركا راك فهمت. من بعد القراءة انت اللي تعطيها دبر راسك. بصح رانا متفقين باللي سبيطار كبير هذه ما تصرى في حتى بلاد. مانيش متفق معك خويا، مانيش انا راني عايش في ماشي انت دركا. شوف انت اللاوعي تاعك، لو سوبكونسيون تاعك اللاوعي راهو اجابني باللي راهو متفق معاي. درك انت الكلام تاعك راك برك تظن بانه الوطنيه هي انك تغطي على المزبله اللي تحولت ليها الجزائر الجديده، وانه ماشي سبيطار كبير برك، انه مزبله على الهواء الطلق. كمل. باغي نسقسيك راكم مبرمجين تطلع. باغي نسقسيك هذه هي. عندي سؤال برك وجاوبني عليه. بارك الله فيك. كمل. شكون اللي تشوفوا انت الشخص المناسب؟ شكون اللي تشوفوا الشخص المناسب اللي راح يدير صح الجزائر جديدة؟ شكون؟ شفت خويا السؤال تاعك بالنسبة ليك انت؟ شوف دقيقة نغلق لك برك. السؤال تاعك هو الدليل انك انت اصلا ما وصلتش انك تكون مواطن يؤثر في الاحداث. لماذا؟ لانك ما تسالش انت على المنظومة، قاعد تسقسي على الشخص. انت راك في المستوى تاع الاشخاص تاع باغي نسقسيك واش تقصد بالجزائر سبيطار كبير. ما رحتش الاشكاليه الكبرى. دونك كيف كي تقول لي ما هو الشخص، او ماشي المشكل في شخص في الجزائر. المشكل في الجزائر راهو مشكل تاع منظومه حكم، تاع نظام حكم متعفن منذ الاستقلال المسلوب كما سماه فرحات عباس رحمه الله عليه. دونك نهار تفهم باللي المشكل راهو ماشي في الاشخاص، وباللي انه اصلا انت باش تكون مواطن لازمك ترتقي لعالم الافكار، ولازمك ترتقي تفهم انه البلدان يسيرها يحكمها القانون، وانه تكون فيها منظومه حكم، وانه تكون فيها مؤسسات وغير ذلك. الشخص ما يهمش، لانه لما توصل تبني مؤسسات مثل الدول التي تحترم نفسها، الاشخاص سيتعاقبون، لكن الدوله والمؤسسات والمنظومه الحكم والقانون هي التي ستبقى وهي التي ستحكم. يعطيك الصحه خويا على مرورك معنا. شكرا لك. باش نتقدموا